أحرز العلماء في اليابان تقدماً مذهلاً في مجال الطب التجديدي عبر تطوير أنسجة قلبية نابضة وقلوب مصغرة عضيات قلبية باستخدام تقنية الخلايا الجذعية. هذه الإنجازات تفتح الباب أمام علاجات ثورية لأمراض القلب، وتهدف في المستقبل إلى الاستغناء عن الحاجة للمتبرعين بالقلوب. اليابان تبتكر قلباً نابضاً من خلايا المريض نفسه. يمثل الابتكار الياباني في هندسة الأنسجة القلبية علامة فارقة في تاريخ الطب الحديث، فبدلاً من صنع قلب بشري كاملاً جاهز للزراعة بالمعنى الحرفي للكلمة، تمكن الباحثون وعلى رأسهم فريق من جامعة أوساكا بقيادة البروفيسور يوشيكي ساوا من تطوير أنسجة قلبية حية وظيفية من الخلايا الجذعية المحفزة متعددة القدرات iPS cells. تعتمد هذه التقنية المبتكرة على إعادة برمجة خلايا جسدية بالغة مثل خلايا الجرد مأخوذة من المريض نفسه لتحويلها إلى خلايا جذعية متعددة القدرات. هذه الخلايا تمتلك القدرة على التمايز إلى أي نوع آخر من الخلايا، بما في ذلك خلايا عضلة القلب cardiomyocytes.